صباح الخير عليكم يا جماعة، أخباركم إيه؟ عاملين إيه؟ بصوا، أنا هتكلم في موضوع هو ملوش لازمة، بس إحنا لازم نتكلم فيه لأن في شوية أطفال مفيش تعلم غير إن هم أطفال ما يعرفوش حاجة، وطالعين بيتكلموا عشان الترندات وفيديوهاتهم تعلى والكلام اللهبل ده. من كام يوم الذكرى ووفاة شهداء النادي الأهلي، هم شهداء بتوع مجزرة بورسعيد. 99% من الشعب المصري فهم اللعبة دي ايه، وعرف مين اللي قتل. وهم عرفوا ان شعب بورسعيد مش هو اللي قتل. عمالين يشهروا في الفيديوهات بقى ويشتموا في بورسعيد وفي شعب بورسعيد ويجيبوا فيديوهات، من ناس تقول لك احنا سمعنا واصحابنا، وفي واحد كان وفي مذيع انا اول مره اشوف في حياتي اصلا، جايب عامل لقاء مع واحد فالواحد ده بيقول له ما مش شعب بورسعيد. قال له ما انا عارف ان شعب بورسعيد ده اللي قتل جمهور النادي المصري. قال لا، مش جمهور النادي المصري، ده بورسعيد كلها كانت بتقتل فينا وبتقتل فينا. انا اعرف واحد صاحبي خرج المشوار، قبل المجزرة دي ما تحصل، فركب تاكسي، فبيقول لي السواق الموقف، فالسواق عرف ان هو اهلاوي، قال له انت يهودي، واخدوا ضربه واصحابهم اتضربوا عند الموقف. طبعا مفيش الكلام ده، ولان الناس اللي اي حد كان في الماتش يا ريت يعني يطلع يقول اللي حصل، سواء بقى اهلي سواء من مصري. الناس كلها فاهمه اللي حصل ده ايه. شعب بورسعيد اللي انتوا عمالين تشتموا فيه وتشتموا في بورسعيد، وعايزين تطلعوا الفتنه تاني بين الشعبين. ما ده يعني هو ما عملش حاجه. الناس نزلت اتبرعت بالدم، اخدناهم في بيوتنا وبيتناهم وسفرناهم بعربياتنا. ما عملناش الكلام ده كله. ماشي، جمهور المصري ما بيحبش جمهور الاهلي، وجمهور الاهلي ما بيحبش جمهور المصري. دي كوره. انا حر اشجع ايه وما اشجعش ايه. طب ما زي الجمهور المصري جمهور الاهلي ما بيحبش جمهور الزمالك، جمهور الزمالك ما بيحبش جمهور الاهلي. يعني عادي، دي كوره. لكن نطلع بقى نقعد بقى نشتم ونقول لك بورسعيد اللي قتله، وعايزين نرجع الفتنه تاني. لا، دي ملوش لازمه. وانا برضو بقولها تاني، ان اللي طلع بيعمل فيديوهات دول شويه عيال مش فاهمين حاجه، طالعين بيشتموا وخلاص. ما انت واحد اهلاوي هتطلع تعمل فيديو هتشتم بورسعيد، انا واحد بورسعيدي بشجع النادي المصري، هخش هشتمك وهشتم الاهلي، ولا انت مستفاد حاجه ولا مستفاد غير ان احنا عملنا فتنه وخلاص. فيا ريت نفوق.